بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام البنات، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. اليوم جاتكم فيديو متنوع فيه وصفات ممكن راح تفيدكم، وصفات سهلة وبنينة وفيه حكاية وعبرة. راح نبداو بأول حاجة. كنتو متابعين تاع الفيسبوك عارفين باللي قطي كان مرض في الليل بالخميس، ويعني رهجوه و en même temps فيروس تسمم وفيروس. وفي الحالة انا ما لقيت ما ندير، كنت درت له اسعافات اوليه، بصح في الليل من بعد خرج وما بانش 4 ايام. صرا فيا اللي صرا فيا الباطل، وكامل فيسبوك كان على بالهم باللي القطي صرا فيا الهبال، يعني يقولوا مرضت على جال القط. ونعلت بليس 4 ايام، وكان عندي امل قلت انه يرجع، وفي نفس الوقت كنت خايفه انه يعود مات، داكش ما بانش 4 ايام يعود. قلت بالك يعود مات، عيت نحوس والو كامل ما بانش. ومن بعد رجع لي الحمد لله، وكانت فرحه فرحه فرحه. انا نحكي لكم. شوفوا الناس اللي ما تشتيش القطوطه، علاه ما تشتيش القطوطه؟ من شهر اسكو تخافوا منهم؟ علاه ما يذوش؟ والله نعيا نوصف لكم، هو قط راكم تشوفوا فيه عادي سامبل، ما فيه لا ما هو صيام وما والو، بصح شقول شتيتو بلاصتو وحدها وكاع. هنايا رحت شديتو الفيترينير كابيني احمد كورين، كوزان تاعي، ربي يحفظه ان شاء الله، وخدمته معامله نتاعو ما شاء الله، يعني على ضمانتي روحوا له. وزيد راه معروف في ولايه الاغواط. كان دلو ليباري، زوجي باري وسيرام ثاني غدا من ذاك عاود ديتو ليه، وقال لي يعني وكلي بسوغان. وكلت بسوغان. شوفوا كيما راكم تشوفوا باللي كي خرج قاع تبدل، جا وجهه اكحل به كنو ماكلاش 4 ايام ماكلاش وكاع، وتهليت فيه وقال لي ما تدوشيهش باه ما يزيدش مرض. وانا كي رجع لي هذاك الصح كيما شفتو درت له لي سوب، وكلته بسوغانغ. كنت نعطيه الحليب، هو ثاني ما يشربش الحليب، بصح كنت نديرها له بسوغانغ وسكرت عليه كان ما يخرجش. وعاودت ديتو لاحمد قورين. راح نخلي لكم صفحه الفيسبوك نتاعو، رحال مقابل متوسطة شراك في الكساف الروج. روحوا ما تندموش، يعني اللي عنده اي حيوان ما تديش الذنب نتاعو، داويه قومي به، ولي جابها ربي مرحبا بها. وحبيت نشكر كامل اللي في الفيسبوك والانستغرام اللي كانوا يبعثوا لي سقسوا فيا على ميشو. ربي يحفظكم، والله عندكم قلوب يعني تاع رحمه. ربي يحفظكم ليا، وربي يخليكم ليا بلا ما نعرفكم وبلا ما تعرفوني حبيتكم. وحسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال، وربي يدومها محبة إن شاء الله، وربي ما يحرمني منكم. وهنايا راح ندير معاك كغاطة بسلق، تجي بنينة وتجي هايلة وبلا دجاج وتجي قوش من ذاك. راح نحتاج إلى 2 حبات نتاع البصلة، حتى 3 حبات نتاع بصلة نقطعهم، ولا فلاشوار ندورهم دورة برك، ومن بعد نخليهم يتقلاو مليح. بعد ما ذبل ديك البصله في شويه نتاع زيت تبدل اللون نتاعها، راح نضيف لها شويه نتاع الفلفل الاسود ما نكثروش، ونضيف السلق نتاعي بعد ما غسلته مليح وقطعته قطع صغيره. السلق راه يذبال، انايا درت 2 ربطات نتاع السلق، قطعتهم رقاق، ومن بعد خليتهم يتقلاو ثاني حتى يذبل. وهنايا ضفت كميه قليله نتاع الملح، وخلاص راكم عارفين باللي السلق يجي مالح، ما تكثروش الملح. هنا راح نجيب بلاطو نتاعي اللي يدخل الفرن، ندهنه بالزبده. عندي بطاطا دوائر قطعتها وقليتها، وراح نجيب انا هذاك السلق نتاعي، دهنت البلاطو بالزبده باش ما يلصقناش، وندير طبقه بطاطا وطبقه نتاع السلق، ومن بعد نزيد البطاطا من الفوق وحتى نكمل اللي عندي. راح ندير هنايا البيشاميل. عندي 3 ملاعق نتاع فرينه وملعقه نتاع زبده وقرصه نتاع الملح، ونخليهم يتحمصوا مليح مليح. ومن بعد راح نزيد 3 كيسان نتاع حليب، ونخلطهم مع بعضهم، تعود شويه خفيفه البيشاميل نتاعنا. ونزيد كميه جبن، تحبوا جبن راه والله جبن المثلثات، ونديرهم من الفوق. وندير هذيك الطبقه نتاع البيشاميل، ونزيد طبقه نتاع جبن رابي وندخلها للفرن. قيس يعني من الفوق برك تحمر لي وتشد لي روحها، وراح نقطعها معاكم وتشوفوها. تقولي راح تجيكم واحد الكراتان بنينه تتشهي هايله. وزيد بلا مكونات اللي تعجيزيه، بلا دجاج بلا لحوم بلا والو، فيها شويه نتاع فرماج برك، وانتي درتي كراتان طبق ساهل العشاء ولا الغداء.
شوفوا كيفاش تجينا خفيفه وما تجيناش ناشفه، تجينا مشربه. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي في الانستغرام اللي هو ماريا تايب 03 ولا في الفيسبوك اللي هو ماريا تيبس. وهنا العاملات راح نشارك معكم شربة يعني ليه راح تطيب لك بكل سهولة، سيرتو الخدامات راح تعاونكم. راح نحتاج حبة طماطم، حبة زرودية، وحبة نتاع بصل أعزكم الله، وكزبر. يعني كمية من الكزبر ورايحين نطحنوهم في لاشوار. هذه العملية راح تسهلنا باش الشربة نتاعنا تطيب لنا فاسيلمون. هنايا عندي مرصو نتاع اللحم ودرت شوية نتاع الدهان، ما تكثروش الدهان، تقدروا ديروا زيت ولا مزيج بين دهان وزيت. وراح ندير هذيك الخضره اللي طحنتها، انا طحنتها باش نسهل العمليه. تقدروا تقطعوها مربعات صغار. وراح ندير حوالي 2 ملاعق نتاع طماطم مصبره. بالنسبه للتوابل راح نحتاج فلفل اسود ونحتاج فلفل صيفي، هذا مكان فلفل صيفي الحار او البارد كما تحبوا نتوما ديروا. ومن بعد ما تقلالي مليح مليح راح نمرقها. هنايا راح نمرق ديما بالماء سخون، وديما حاولوا انكم تقلوا. راح نسكر الكيكوطه ونخليها طيب. كي طيب كما راكم تشوفون عندي هذه الكيكوطه صغيره، درت ديما عيني ميزاني. وشربات درت قيس فنجال صغير، شربات فيرميسال درت قيس فنجال صغير. وفي التالي ضفت زوج عبات نتاع الحراء وكميه من الكزبر ونخليها تخثر. هنايا كي نرمي هذيك الشربه نتاعي ماكسيموم 5 مينوت وتكون وجدت عندنا الشربه، يعني مش راح تديك وقت ياسر. هنا راح ندير معاكم جلبانه، راح نحتاج بصله مرابيه نخليها تقلب شويه نتاع زيت. وراح نضيف انا الدجاج كما تحبوا ديروا نتوما، الاطراف اللي عندكم. انا راح ندير لي كويس هنايا. ونضيف كميه من الملح والزنجبيل والفلفل الاسود ونخليهم يتقلوا مليح. ديما السر نتاع الزواجه نتاعكم ولا تاع الشربه نتاعكم اي حاجه لازمكم تقلوها مليح. هنايا عندي جلبانه هذه كونجولي، راح نغسلها ونفرقها في الكيكوطه نتاعي. وراح نضيف الزروديه قطعتها ثاني، ومن بعد نمرق الماء ما تكثروش ونسكر الكيكوطه. هنا راح ندير معاكم بسطيله، راح نحتاج اوراق ديون ندهنهم بالدهن السمن لازم. بالنسبه للحشو واش كان فيه، كنت ضبط البصله في شويه ملح وفلفل اسود وزنجبيل، وضفت له كميه من المعدنوس ودجاج يعني صدر دجاج طحنته وطيبته معاهم. وكي طابت ضفت عليها البيض وخليته يبرد ودرته هكذاك بهذه الطريقه. يجيبوا فنجال باش يساعدكم وتلووا عليهم كيما الورده. وجيبوا لي مول عندكم نتوما اي مول ديروا فيهم دهنوهم بالزبده وديروهم يعني ميم با 1 مينوت ولا 2 مينوت وما طابوا لكم. وانايا نشتيهم حمر ياسر، يعني يكون يجوا بيض يقولوا لكم مش طايبين ومعجنين ما ياكلوهمش، لازم نحمرهم. تقدروا ما تحمروهمش نتوما. وهذا هو العشاء نتاعنا اللي كنت شاركت معكم. الجلبانه رفقتها مع البطاطا. وبالنسبه للدجاج درت له ماريناد ودخلته للفرن. تقدروا تقلوه يعني تقلوه شويه تاع زيت برك. والشربه نتاعنا راهي واجده. والله ما دام النعمه يا ربي. سلام.